بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زملائي المستقبليين إن شاء الله. هذا الفيديو مخصص للمقبلين على المقابلة الشفوية. كما وعدتكم قلت لكم باللي بإذن الله راح ندير فيديو، ودرت بحوث كما راكم تشوفوا أوراق كامل واطلاعات على فيديوهات، لأنه أسئلة كثيرة تطرح في هذه المسابقات. وقلت لكم راح نجيب لكم مجموعه، مش كل، انا اخترت مجموعه من الاسئله راح نعطيكم الاجابات اللي فيها ونعلق عليها، وفي نفس الوقت راح نمد لكم النصائح اللي يهمكم. هي النصائح، المعلومه موجوده في كل مكان، تقدروا تمبريميوها تحفظوا تراجعوا عادي، ولكن النصائح وهذاك الملح اللي راح نحطه انا على هذيك الاسئله هو اللي راح يفيدكم باذن الله. اذا اولا نتكلموا على بعض المصطلحات كما ملف مطابق. كي تلقى باللي ملف مطابق معناه الملف تاعك راه يستوفي الشروط وراك باذن الله موجه الى المسابقه او المقابله الشفويه. يعني انت معني بالمقابله. غير مطابق معناها لا يستوفي الشروط، وهذا لا يعني انه انتهى الامر، عندك فرصه في الطعن. عندنا ملف قيد الدراسه، معناها الملف تاعك مازال راهم يدرسوا فيه ولا مازال ما لحقش الدور تاعو، غير اصبر وفيها خير ان شاء الله. بعض المواعيد ثاني نذكرهم على السريع. دراسه الملفات، درك الدراسه تاع الملفات راهي متواصله حتى 30 جونفي. هذه مرحله دراسه الملفات. مرحله الطعون تبدا من 30 جونفي الى 9 فيفري. يعني اللي كتبوا له ملف غير مقبول ولا غير مطابق ولا كامل يدفع بالطعن تاعو في هذا الفتره الممتده بين 30 جونفي و 9 فيفري. ومن ابتداء من 9 فيفري يتم ارسال الاستدعاءات. يعني اللي راهم معنيين بالمقابله الشفويه اكيد راح يرسلوا لهم استدعاءات فيها المعلومات، فيها مكان وفيها المدرسه اللي راح تتم فيها المقابله والتوقيت الى غير ذلك. سقم لي الباب هذاك، خليه يخبط. اذا نواصلوا. هذا بالنسبه لبعض المصطلحات وبعض المعلومات. اذا باه تنجح انت في المقابله الشفويه، اولا عليك معرفه الهدف من هذه المقابله. هذا المفتش ولا المدير ولا الاستاذ المكون اللي راح يدير معك مقابله في 5 دقائق او على الاكثر 10 دقائق، واش راح يدي منك؟ واش هي المقابله؟ عليها 3 نقاط باش نتفاهم. المقابله الشفويه عليها 3 نقاط، يعني هذيك الملف تاعك والخبره وهذيك الامور كلها بالنقاط نقاط نقاط. ومن بعد كي تعود عندك الاحقيه، عندك المقابله عندها 3 نقاط. 3 نقاط هذه كيفاش راح يقسموها اللجنه؟ اول حاجه دير في بالك باللي اللجنه راح تختبرك في طريقه التواصل. اهم شيء في التعليم هو التواصل، لانه رانا نتعاملوا مع عباد، نتواصلوا مع التلميذ، نتواصلوا مع الاداره، نتواصلوا مع الولي، كله تواصل في تواصل. اذا اول حاجه راح يختبروا التواصل تاعك، الثقه بالنفس، انه المهنه هذه تحتاج واثق من نفسه، تحتاج الانسان الواثق من نفسه. التحكم في انفعالاتك. اصلا المقابله مليئه بالتوتر، دسمه، هي اصلا انت راك الان متوتر، فكي تدخل للجنه مكونه من 2 ولا 3 مفتشين ولا 3 اشخاص راح تكون توتر. كيف تتحكم في هذاك التوتر؟ كيما راح تكون في القسم، ربما يصير لك بروبليم مع ولي، ربما مع تلميذ، ربما مع الاداره. كيف ستتحكم في انفعالاتك والقدره على حل المشاكل والتصرف فيها. يعطيك هذاك السؤال ولا يعطيك هذاك السؤال استفزازي كما نقولوا له حنا، ويشوفوا ردة فعلك كيفاش راح تصرف وكيفاش راح يقول لك كيف تتعامل مع تلميذ مشاغب. هذا راهو سؤال استفزازي يحتاج الى يشوف كيفاش راح تتعامل مع هذا السؤال. اذا ايضا اللجنه واش راح تتاكد في هذه المقابله الشفويه؟ تتاكد من ان المترشح سليم النطق. يعني باش نتفاهموا، لانه وسيله التواصل بيننا وبين التلاميذ هي النطق. اذا كان عندنا مشكل في النطق، مثلا حرف من الحروف، مثلا تأتأة مثلا، فللاسف هنا الاستاذ ما يقدرش يتعامل او يقدرش يوصل المعلومه وما توصلش كما ينبغي. يعني هنا اسمحوا لنا، هنا اللجنه راح تتاكد من سلامه النطق، وانه معافى الجسد. واش معناها معافى الجسد؟ انه ما عندوش اعاقه اللي تعيق سيروره الدرس، بارك. ومعافى في عقله اكيد من خلال اجاباته ومن خلال الحمد لله رب العالمين، عفوا. فراح تتأكد من هذه الأمور. كل هذه الأمور في 4-5 دقائق إلى 10
10 دقائق مع هذاك السؤال اللي نتوما متخوفين منه. شوفوا الرسمي ماهوش في السؤال اللي راكم متخوفين منه، الرسمي فيه كاع هذو في الهيئه والثقه بالنفس وقدره على التصرف وكاع هذو كله عليهم نقاط. هذاك السؤال ربما يطيح عليه نص نقطه. طريقتك تعاملك معاه هي اللي راح تفرق مع اللجنه. حتى في حاله ما لا قدر الله كنت ما عندكش اجابه، انت ما تقولش ما عنديش اجابه، ما لا ادري، لا لا لا, لا. تمد رايك، تحلل، راك كبير وراك عندك ثقافه، الشيء اللي تعرفه وتقول والله اعلم. ومع الاطلاع مع الاحتكاك بالاساتذه اللي عندهم خبره راح نكتسبوا هذا واش يحتاجوا منك. ما يحتاجوش منك تروح لهم استاذ عندك مصطلحات وكامل تعرف بصح ما تعرفش تتصرف. داكور، نجيو لبعض الاسئله، خلينا نطرحهم هكا في السريع ونعطيكم الاجابات تاعهم، واذا عندي تعليق نعلق عليه. عرف بنفسك عادي جدا كيما راهم يقراو لي زيلاف تاعنا. عرف نفسك، اسمي فلان، لقبي فلان، حاصل على شهاده ليسونس في كذا وماستر في كذا مثلا كذا كذا كذا. عرفت؟ بسيط. نصيحه، الاختصار ثم الاختصار. هما راهو عندهم طابور 1000 راهم يسناو برا. ما تجيش تحكي له قصه حياتك اول حاجه في الدخله نتاعك، ما تدخلش مباشره. الاذن، طبطب، دق الباب، قالوا لك تفضل، اتفضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، القاء التحيه. عندك كرسي قدامك وما قاعدين هنا، عندك كرسي، ما تجريش مباشره تقعد، ابقى اوقف قدام الكرسي. هما اكيد راح يقولوا لك تفضل، تتفضل، تعدل الهيئه تاعك، تجلس هيئه معتدله، واثق من نفسك، امورك واضحه، ما هك ما رجل فوق رجل ما والو. هيئه تاع احترام، راك قدام لجنه محترمه، اساتذه ومكونين ومفتشين من الهيئه تاعكم. الجلوس تاعك باين باللي ديجا عندك علامات، ديجا النظره الاولى. شوفوا النظره الاولى مهمه جدا، مهمه جدا. قعدت. وثاني حاجه ما تبداوش تدخلوا في احاديث جانبيه، واش حوالكم، راكم ملاح، الجو وكذا، الدراسه سخانه اليوم، الضغط. انتظر الاذن حتى يعطيك. عرف بنفسك، انا فلان، وكاين اللي يسالوني نستعمل اليدين. اكيد لغه الجسد تعتبر لغه مهمه جدا للتواصل. انا كنت تشوفوا معايا نتواصل معكم بصح باحترام، ماشي هاكو لا، باحترام. انا اسمي فلان بن اسمي فلان، لقب فلان، حاصل على شهاده ليسونس في كذا، تخصص كذا، وانتهى الامر. من بعد، لماذا اخترت مهنه التعليم؟ اكيد هذا سؤال شائع ومتكرر، ولكن مهما تكرر الاجابه عنه تختلف. شوفوا الاجابه تاع كل واحد فينا راهي في داخله. واحد من تالمو ما لقاش واش يخدم، يجي يلقى هذه المسابقه يدخل فيها وعلى ربي. ماشي هذه الاجابه. مثلا هنا لانها رساله ساميه قبل ان تكون وظيفه، ايضا هي حلمي منذ الصغر، هذه انا درتها. احب العمل مع الاطفال. ملي كنت صغير في بالي المعلم، كنت احبه. مثلا انا شخصيا الان وكان يعاودوا لي مسابقه شفويه ما نروحش الاجابات، نقول لهم انا في الصغر احب معلمتي كثير، نحب طريقه الالقاء تاعها، طريقه التعامل تاعها معنا، زرعت فيا حب هذه المهنه واكتشفتها منذ الصغر وكانت حلمي. واليوم تفتح الباب هذا قدامي. انا ماذا بيا نكون خير خلف لخير سلف. والله العظيم غير الاجابه هذه راني معاكم فيها. كي تتحط في الموقف، احنا انا كاستاذه اني نحضر دروس تاعي ونحضر تقريبا 99% ما نخدمش بالمذكره اللي حضرتها. الافكار تجيني ثم. خلي روحك تلقائي، كنت متصنع لانها رساله ساميه ونبيله معليش، رساله ساميه ورساله وظيفه الانبياء وكامل وانت لمستك نقول عليها البهارات تاعك، الملح نتاعك تا وين راح. انا شخصيا استاذه كنت نحبها في الابتدائي. مثلا طور الابتدائي، انت مشارك في طور الابتدائي، استاذه كنت نحبها، كنت اكيد نروح نقلدها، وكنت نتمنى اني نكون كيفها. وسعيت وقريت وخدمت على هذا الاساس، ودوك الدوله تاعنا الحمد لله فتحت هذا المجال، ان شاء الله يكون من نصيبي. اختصار، ما تحكيش قصه حياتك، انا عطيتك وانت يختصرها في كلمات. ما هي صفه الاستاذ الناجح في رايك انت؟ كيف يكون الاستاذ الناجح؟ الإجابة واش تقول؟ الصبر، العدل، حسن التواصل، التحكم في المادة، القدرة على التحفيز، احترام الفروق الفردية بين التلاميذ، التعامل مع الحالات الخاصة، والقدرة على التواصل مع الأولياء. مليحة كلها، كاين اللي زدت فيهم أنا، كاين اللي لقيتهم، كاين اللي زدت فيهم. كي نجي أنا نحكي الصبر، الأستاذ لازم يكون صبور،
الأستاذ لازم يكون حكيم. وبالنسبة لي أنا شخصيا، الأستاذ الناجح هو الأستاذ الذي لديه القدرة على التحكم في القسم، لأنه أول خطوة في باقي هذه الأمور كاع. إذا أنا ما دخلتش والتحكم في القسم يكون من أول حصة، التلاميذ تاعك يرفدوا عليك النظرة الأولى من أول حصة، ما قدرتش تحكم في التلاميذ، منين راح يجي الصبر؟ منين راح تكون عادة؟ كي تكون لك فوضى وتكون كل واحد صاي مام زعما تحب دير عليهم العقوبات ومن بعد تولي لا من النظره الاولى. انا شخصيا في هذا الموقف نقول لهم اكيد الصبر، شوفوا نعطيهم الاجابات، اكيد صبروا، اكيد حسن التواصل، واكيد احترام الفروق الفرديه، واكيد لازم يكون عندي القدره انه نتعامل مع الحالات الخاصه اللي عندي في القسم، ونتعامل مع الاولياء في استقبال الاولياء وكذا. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا اول ميزه هي التحكم في القسم. نعرف كيفاش نتحكم في قسمي. إذا تحكمت في القسم الباقي هذه السلسلة راح تجي من بعد. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. سؤال آخر، ما هو الهدف من التعليم الابتدائي مثلا؟ أقول لك شو الهدف من التعليم الابتدائي: تمكين التلميذ من التعلمات الأساسية اللي هي القراءة، الكتابة، الحساب، بناء شخصية أخلاقيا واجتماعيا. التربية أمر ضروري يسبق التعليم. حنا يقولوا لها وزارة التربية والتعليم، ماشي وزارة التعليم والتربية. هذه برك هذه كشخصيا أنا نقول نقدر نطرحها لك. اسمحوا لي، احنا الوزاره تاعنا اللي رانا تحتها اسمها وزاره التربيه والتعليم. اذا التربيه اكيد الطفل يحتاج الى قراءه وكتابه وحساب، ولكن كل هذا يحتاج الى تربيه سليمه. مرحله الابتدائي الطفل صفحه بيضاء، طفل بريء، واحترامه للاستاذ وحبه للاستاذ يفوق احترامه وحبه للعائله. حتى انه بعض الاولياء يجي يقول لنا استاذه تعيشي قولي له، يسمع لك انت وما يسمعليش لي انا، وهذا امر واقع ونعيشه. فانا نستغل النقطه هذه في التربيه، الاخلاق، بناء الاسس، الصدق، الامانه، عدم الغش. هذا كل نبدا انا نمهد لهم، لانه اذا ربيت طفل، كونت طفل متربي وعنده اخلاق ومبادئ، العلم كاين يجي، هذوك الامور تجي اوتوماتيك. انا تلاميذي نقول لهم ديما، نعطيهم مثال، نقول لهم عندك طبيب جراح ماهر وشاطر وناجح في كل المجالات مش متربي، وكاين طبيب ناجح ولاباس عليه عادي يعني في المتوسط ولكن متربي واخلاقه جيده. انت لما تروح المتربي ولا مش متربي؟ اذا نختاروا دائما التربيه الاولى. اذا انا بالنسبه لي الابتدائي هي لا باز، هي الاساس تاع التربيه. نبازع التربيه مع اكيد اعطاء التعلمات الاساسيه للتلميذ وبناء ثقته في نفسه. التلميذ الطفل الابتدائي، الانسان الرجل او المراه تبنى شخصيتها في الابتدائي. خلينا من حالات اخرى يعني نادره انه من بعد تولي، ولكن في الابتدائي اذا الطفل كان قوي الشخصيه راح يكمل في المتوسط والثانوي والجامعه هكاك. هذا بالنسبه للسؤال. ما المقصود بالكفاءه؟ اكيد لازم يكون عندك معلومات على بعض المصطلحات. الكفاءه والامور هذه، الكفاءه القدره على توظيف المعارف والمهارات لحل وضعيه مشكله في سياق معين. هذا تعريف لازم تكونه وتضيف المنحل تاعك. القدره، انا عندي معارف وعندي مهارات وعندي قدرات. كما اللاعب كره القدم، لاعب كره القدم يحتاج الى موهبه، يحتاج الى مثلا الكره كيفاش يتحكم فيها، بصح كيف يوظف ذلك؟ احنا شفنا باللي اللاعب المهاري او الموهوب وحدها لا تكفي، لازم يكون انضباط في الملعب، انضباط كما يقولوا له تكتيكي، يسمع للمدرب، يدير التزام، هذو كل موجودين. اذا كيف يوظف ذلك؟ الكفاءه نفس الشيء، هي القدره على توظيف تلك المعارف. كلكم انتم كاساتذه الان مستقبليين عندكم معارف وعندكم قدرات وعندكم مواهب وعندكم، بصح الكفاءه هي كيف توظفون تلك المهارات في الواقع وفي حل المشاكل. ما هي الوضعية الإدماجية؟ وهذه الوضعية الإدماجية موجودة في جميع الأطوار. الوضعية الإدماجية هي وضعية تدمج فيها كل مكتسبات التلميذ، معارف، مهارات لحل مشكلة حقيقية أو شبه حقيقية. نلقاو مثلا في الابتدائي في الرياضيات كاينه وضعية إدماجية، هذيك الوضعية اللي نسموها مشكلة، وأنا ما نحبش نسميها مشكلة. هي واش قرا التلميذ يجمعوا طاطا ويديروا في وضعية إدماجية ولا في مشكلة، والتلميذ يحاول يحل تلك المشكلة بهدوء. الفرق بين التقويم والتقييم مصطلحات متشابهة نطقا ولا في الحروف ولكن تختلف في المعنى. التقييم إعطاء علامة أو حكم، أعطيتك ورقة تقييم، درت الإجابة تاعك نعطيك العلامة تاعك ولا نعطيك جيد جدا، مكتسب، غير مكتسب، إلى غير ذلك، هذا يسموه حكم.
اما التقويم حاجه معوجه ونقومها. التقويم تشخيص ومعالجة النقائص لتحسين المتعلم. يعني نشفت النقص تاعو وين، نقوم هذاك التقويم وقومه. تقويم الأسنان، أسنان معوجة يحط التقويم يتقوموا الأسنان، يتقوم هذاك الإعوجاج. نفس الشيء في التقويم، يكون مشكل أو نقص التلميذ هنا نعالجه. الأسئلة التي يحبها المفتشون عادة، وحتى في التفتيشات تاعنا في العادي، المفتش ما يجيش صح يحب يشوف المعلقات تاعك، يشوف الوثائق كامل، هذه داخله فيها، بصح اهم شيء هو تعاملك مع الطفل. هذه اللي ركز عليها، تعاملك مع التلميذ ولا الطالب حسب الطور. كيف تتعامل مع تلميذ مشاغب؟ وهذه اكثر الحالات، لانه تلميذ مشاغب قادر ياثر على القسم كامل، واحد قادر ياثر على القسم كامل، وبالتالي على الدرس، وبالتالي على الاستاذ، وهكذا. أتعرف على سبب السلوك، أتحاور معه، أستعمل التحفيز، أتجنب العقاب، مع إشراك الأولياء إذا لازم الأمر، والإدارة كذلك. هذه الإجابة اللي معروفة تكون تقولها لهم. أنا نقول الإجابة هذه، أنا في مكان نقول نعرف سبب السلوك ونعرف كيفاش نتعامل معه، نتحاور معه، بصح في الواقع تاعنا وش يقول؟ درك أنا عندي حصة فيها نص ساعة وتلميذ دار لي شغب، نجيبه ونتحاور معه، راحت نص ساعة. أنا نقول له حاجة واحدة، إذا تحكمت في قسمي من النهار الأول تعود عندي شخصية، حتى التلميذ هذاك اللي مشاغب ويبدا يبان لي نظرة مني تكفي. ومن بعد خارج الحصة نبدا انا نفكر التلميذ هذاك واش نوع الشغب، خاطر الشغب راهو انواع، كاين واحد اللي يبروفوكي زملاء ويضرب، كاين واحد عنيف، كاين واحد يحب يشوش لك الحصه تاعك. هذا من بعد نولي نقربوا ليا هذا التلميذ كي ما يلقاش اهتمام يولي يدير هذيك، نقربوا ليا نهتم به، تفضل نعطي اسئله بسيطه يجاوب عليها، نحفزه، يولي يحشم يدير الشغب هذاك. نكلفوا بمهام يحس روحه مسؤول في القسم. هذه هي الإجابة المنطقية. معليش نتوما قولوا هذه، أنا نزيد لكم شوية بهارات. كيف تتعلم أو تتعامل عفوا مع تلميذ ضعيف المستوى؟ أكيد في كل قسم كاين ضعاف في المستوى، كاين اللي مش ما عندهمش. هذه مهارات تدخل في الفروقات الفردية. وراعي الفروقات الفردية، وقدم الدعم البيداغوجي، واستعمل طرق مبسطة مع التشجيع والتحفيز. وهذه الجملة الأخيرة مهمة جدا. هذاك التلميذ هذاك عقله واش عطاه؟ فروقات فرديه. كاين تلميذ ما شاء الله من الشرح الاول خلاص، كاين تلميذ يحتاج اعاده مرتين ثلاثه، كاين لا اللي يحتاج اكثر. هذاك نحاول نبسط المعلومه قدر الامكان، نبسطها لابسط شيء. وحنا في الابتدائي الملموس يخدم اكثر، اذا كنا في العمليات نستخدم قريصات خشيبات. اعطيو امثله كيما هكا باش يحسك باللي عندك الحلول، يحس بليك تخدم، باللي راهي عندك قشك جامد. نحفزو نشجعو، لا كون حركي في الإجابات تاعك، لأنه مهنتنا تحتاج أنه تكون حركي. تشجيع والتحفيز. هذاك التلميذ اللي حتى في مثلا نعطيك مثال الانطوائي، ولا اللي ما يقدرش يجاوب، ولا ما عندوش ثقة بالنفس، اختار سؤال بسيط يعرفوه الناس كامل، أعطيه هو يجاوب. هو كي يجاوبه بصوت بطيء ولا بصوت منخفض، انت برافو احسنت، تصفيق تلاميذ. صدقوني كيفاش الدم يطلع للدماغ للطفل هذاك، يحس روحو دار انجاز عظيم، ويعود يحوس، يعود الدوبامين، خلينا نقولوا الدوبامين يطلع له، ويحس بالفخر والفرحه والاعتزاز. من بعد هذاك الطفل يعود يحوس، يزيد يطلع هذاك الدوبامين. كيفاش؟ يعود يولي يشاركك بعد شويه بعد شويه، والثقه تبدا بالنفس، واللي هكا يولي يعيط استاذه يولي ينوض. هذه هي. ماذا تفعل إذا لاحظت غياب متكرر لتلميذ؟ وهذه إجراءات روتينية. دركا كاين غياب متكرر، معناها يغيب اليوم السمانة هذه مرة، السمانة جايز يغيب مرة مرتين متفرقة، هنا لازم تبرير غياب. هنا واش قال لك الإجابة؟ أبحث عن السبب، أتواصل مع الإدارة والأولياء، وأحاول مساعدته على الإدماج. صح هذا الغياب المتكرر كل أسبوع مرة باينة باللي كاين مشكل. هنا الطفل هذاك نسأله لماذا غيابك متكرر، أو يجيب لك التبرير. أكيد يدخل بدون تبرير ممنوع، هذه قانونا ممنوع، لازم يجيب لك التبرير. كي يجيب لك التبرير ولكن الغياب يبقى متكرر، هذا راح يأثر على تعلمات واكتسابه للمعارف. كل مرة يغيب درس، كل مرة يغيب درس، راح تولي تراكمات. هنا نتايا تسألو هو، ما اقتنعتش بالإجابة، تتواصل مع الإدارة، يرسلوا الولي استدعاء وشنو سبب الغيابات هذو. إذا لقيتو اجتماعي نفسي مرضي كذا، أنت تحاول تدخل وتساعد بالشيء اللي تقدر عليه.
ما هو منهاج الجيل الثاني؟ المنهاج يعتمد على المقاربة بالكفاءات ويركز على التعلم النشط والوضعيات الإدماجية وربط المدرسة بالحياة. هذه مهمة جدا، لأنه في السابق كان التدريس شيء، والآن رانا في الجيل الثاني يعتمد كثيرا على ما يسمى بالمقاربة بالكفاءات. باش ما نطولوش الفيديو، ما هي الفروقات الفردية؟ نسمعوا بزاف الفروقات. واش نقصدوا بالفروقات الفردية؟ هي الاختلافات بين التلاميذ في القدرات، الفهم، السرعة، الميول. أكيد بين تلميذ وتلميذ كاين فرق، قدرة على الفهم، على الاستيعاب، الميول، واحد ميول رياضية، واحد ميول لغوية. أنا أيضا نزيد لها الوضعيات الاجتماعية، المتابعة في البيت، هذه كلها. العائلة اللي تابع ولادها مام قدراتهم ناقصة شوي، هذيك راح ترفع، راح تنحي، تلغي النقص هذاك. ولكن مع التلميذ المجتهد وتكون المتابعة ثاني تأثر. هذه زدتها لكم من عندي، ديروها مليح في بالكم. ما هي طرق التدريس؟ التعليم كيفاش يكون؟ طرق التدريس متعددة. عندنا الحوارية، نحاور تلميذ، كاين حوار، ننقلوا المعلومة طريق سؤال جواب، يكون حوار بيناتنا. الطريقة الإلقائية كما راني ندير لكم درك، ألقي فقط، هو مستمع وأنا ألقي. التعلم بالاكتشاف، استعمال امور نكتشف بهم. التعلم التعاوني، منا شويه منا وشويه من. ولكن في الجيل الثاني الطفل او التلميذ هو محور العمليه التعلميه. هذه ديروها مليح في راسكم. يعني الطفل هو اللي يكتشف المشكله، هو اللي يحل المشكله. انا من خلال طرح الاسئله وتقريب الفكره وكامل. هنا يسموه التعلم النشط، او ان التلميذ او المتعلم هو محور العمليه العلميه التعلميه. ما هي واجبات الأستاذ؟ لازم تكون تعرف وش هي الواجبات تاعك، وش هي حقوقك. أكيد لازم تكون على الأقل عندك معلومات. الانضباط، احترام القوانين، أداء الرسالة التربوية، حماية التلميذ، التعاون مع الإدارة. أكيد هذا هو الواجب تاعك وتتفصل فيه. كيف تساهم في ترسيخ القيم الوطنية؟ لو كان تلاحظوا حنايا التعليم تاعنا كل باش نكونوا مواطن صالح. احترام الرموز الوطنية، انضباط داخل القسم، و زرع حب الوطن. هذه هي أهم الأمور باش نكونوا مواطن صالح يخدم الوطن. كيف تقيم فهم التلاميذ للدرس؟ لو كنت لقيت الدرس تاعك لازم تعرف اسكو هذا الدرس مشى ما مشاش، نسبة النجاح تاعو واش نقيمه. من خلال أسئلة شفوية نسأل، اختبارات قصيرة، أنشطة متابعة، وحل تمارين. هذه كلها تدخل في كيف ما هي أهمية التحفيز في التعليم؟ مهمة جدا، مهمة جدا. التحفيز هو، أنا الأولياء نقول لهم إلا التحفيز. نقول لك وليدي ما يحبش يقرا، خلاص تحفيز، تشجيع. وليدي راهو خلاص التحفيز التحفيز التحفيز. يجعل التلميذ نشيطا ومشاركا، يزيد من اهتماماته بالدرس ويعزز استمرارية التعلم. استخدام الثناء، بارك الله فيك، أنت تلميذ ما شاء الله، أنت تلميذ ممتاز، أنت تلميذ. شوفوا نبرة الصوت ثاني تلعب دور. واستخدام الثناء والمكافآت الرمزية، وتقديم تحديات مناسبة. التلاميذ هكا في جميع الأطوار يعتبروا أطفال بالنسبة لي. جميع الأطوار يحتاجوا التحفيز ويحتاجوا الدعم، والله غير حتى نروحوا المرحلة الثانوية كل وين كان التحفيز أكثر وكل وين كان المردود أحسن. كيف تدمج التكنولوجيا في التعليم؟ باستخدام أجهزة العرض اللي هي الداتا شو، الفيديوهات التعليمية، الأنشطة الرقمية التي تساعد في التوضيح، لأن درك التكنولوجيا مهمة جدا في التعليم في الوقت الحالي. كيف تتعامل مع ولي اشتكى من سلوك تلميذك؟ استمع إليه بهدوء وأوضح موقفي بطريقة موضوعية، أشاركه خطة لحل المشكلة، وأتعاون معه لتعليم التلميذ. ضروري جدا تعرفوا تتعاملوا مع الأولياء. إذا كل وين يجيك ولي دير معها دبزة ما درت والو. إذا التلاميذ دخلوا، نعطيكم نصائح بصفة عامة. أجب بثقة بالنفس بهدوء، ابتسم بثقة بالنفس، جلسة معتدلة، لا تطيل كثيرا، اختصر. أما عندهم بزاف، أما مش قاعدين لك ليك أنت، أما يديو منك الرسمي برك، أو عندهم خبرة. درك أنني خبرتي قليلة في الميدان، أنا يدخل عليا أي واحد نقدر، فما بالك هما 20 و30 سنة في الميدان. غير النظرة الأولى برك تكفي، يزيد يهضر معك كلمتين ثلاثة يدي منك، ما كان له أنت تولي دير له تكثر معاه الهضرة. استعمل لغة عربية بسيطة، الفصحى 80%، خلينا نقول 80% فصحى، معليش درجة تدخلها شوي. ابتسم واحترم اللجنة. إذا لم تعرف الجواب على الأقل أعطي رأيك وقل حسب علمي على أن أطلع مع الاحتكاك مع الأساتذة
ذوي الخبره ديما دخلها هذه، لانه يحبوا هما الاحتكاك. ما تحشمش من السؤال، الاحتكاك. سأتعلم. هنا واش راح نزيد نقول، هذه ملاحظة كتبتها في الأخير، لا توجد أسئلة محددة ولا موحدة. درك أنا عطيتكم مثال، وش هو انتم دوك تديو مني طريقة الإجابة. طريقة هي المهمة، لأنه كل واحد ماكش راح تحفظ له، ماشي سورة قرآنية راح تحفظ هذه الأمور هذه، ولكن طريقتك في إيصال الفكرة للجنة. فكل مفتش او مدير يطرح الاسئله حسب تقديره. انا وحده من الناس بالك ما تقيدش كاع بهذه الاسئله، لو كان تجي في انا، كل مدير وعقليته، كل مفتش وعقليته واش راح يسال. قد تكون الاسئله في تخصصك جغرافيا، تاريخ، ادب، قدر يجيبوا لك سؤال في تخصصك. اكيد انت عندك، راك قاري 5 سنين في الجامعه، اكيد عندك معلومات. وقد تكون اسئله استفزازيه، وهذه اللي ركزوا عليها. وهنا باش يختبروا طريقه تعاملك وردة فعلك. مش تشوف سؤال تخلع، انا ما عرفتوش، انا ما شفتوش، انا ما قريتوش، السؤال هكذا، اذا انا نشوف باللي هكذا وصل. غلط، صحيح ما عندكش، وصل، ما تسكتش. معايير المقابله الشفويه واش قلنا؟ القدره على التواصل، القدره على التحليل والتلخيص، والقدرات والمؤهلات الخاصه. القدره على التواصل عليها نقطه، القدره على التحليل والتلخيص عليها نقطه، والقدرات والمؤهلات الخاصه هما راح يقيموها عليها نقطه. يعني المقابله الشفويه عليها 3 نقاط، عندكم تستاهلوا ب3 نقاط. قادر انت وزميلك تكونوا عندكم بالمؤهلات وكامل جبتوا، هو جاب مثلا 11 وانت جبت 12، بصح في المقابله الشفويه يدي هو 3 وانت تدي 1 ولا 1.5 ولا 2، واش يولي هو يتفوق عليك. المقابله الشفويه مهمه جدا وعندها اهميه. 3 نقاط هذه قادر تكون هي الفاصله. على ما اظن هذا كل ما لدي لنهار اليوم. نتمنى نكون فدتكم، والله العظيم من قلبي نتمنى لكم النجاح. ثقوا في نفسكم، توكلوا على ربي، الدعاء واللي فيها الخير والصلاح. السلام عليكم.